السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وبالصحيحة والسلامة. كنشكر جميع الإخوة والأخوات داخل وخارج أرض الوطن. القضية نتاع اليوم مختلفة على جميع القضايا اللي فايت شاركت معاكم من صلب الواقع وللعبرة وللاستفادة. الذهب صدى والملح ندى والعدو ولا يخرج من الكبده. حصلة أغرب خيانة داخل الدار. النهاية أسوأ من البداية. هاد القضية الإخوة والأخوات اللي شاركتها معايا واحد المتابعة بالتفاصيل نتاعها وقالت لي شاركها مع الناس لأنه قصة يرثى لها، قصة مؤلمة، قضية خيانة من نوع آخر. الثقة ما بقاتش. حكيمة ما خدمتش الحكمة نتاعها في هذه القضية. بدون إطالة ندخلوا في قضية وقصة اليوم. حكيمة نهار حلت عينين نتاعها صابت راسها مع مرات الأب نتاعها لأنه الأم نتاعها توفات، كانت تعاني من واحد المرض اللي هو خطير والله يشافي جميع المرضى نتاع المسلمين. حكيمة هي الصغيرة ديال خوتها كاع متزوجين، قرات الابتدائي من بعد مرات الاب نتاعها لحت عليها ما خلاتهاش تكمل الدراسه نتاعها. حكيمه ولات من الصغر نتاعها مقابله الشقه ديال الدار، هي اللي كتصبن، هي اللي كتعجن، هي اللي كتسيق. وبعض الاحيان كانت مرات الاب ديال حكيمه كتصيفط حكيمه تشقى حتى في الديور ديال الاهل ديالها. سيري صبني لمي، سيري صبني لخويا، سيري صبني لختي، سيري ديري، سيري فعلي. حكيمة عانات وقاصات، وصلت ل 18 سنة. اخيرا غادي تقترح عليها مرات الاب نتاعها، غادي تقول لها بغيت نزوجك لخويا. حكيمة رفضت الزواج مع خو مرات الاب نتاعها لانه عنده سوابق عدليه، كيتعاطى المخدرات، انسان ما صالحش للزواج. لكن الاب نتاع حكيمه غادي يلح عليها لانه كان مغلوب على الامر نتاعو مع الزوجه نتاعو. الزوجه اللي قالت له كيقول لها يعني هي الراي هي الشوار. اخيرا حكيمه غادي تحت الضغط غادي تقبل الزواج مع هذا السيد هذا. تزوجت به، داروا العرس كما ايها الناس. مشات الايام وجات الايام، من بعد غادي يعطيها الله مولوده، غادي تجيب بنت حكيمه مع هذا الزوج اللي هي كانت كتخدم عليه. من بعد الزواج ديالها معاه هي ولات تمشي كتخدم في الديور، كان اللي بغات تسيق كتسيق لها، واللي بغات تصبن كتصبن لها، وكتجيب المصروف كتصرف على راسها وعلى بنتها وحتى على الزوج نتاعها. حكيمه على ما كتقول لك انا كنت تنفوز الا دخلت شي خضره او شي قضيه حاجه للدار. ملي كنتخلص الا كان عندي شي صرف، الزوج نتاعها كيديه لها وكيمشي يشرب به الخمر وكيمشي يتناول به المخدرات. مشات الايام وجات ايام. واحد النهار الزوج نتاعها كان راكب مع شي صاحبو شي سياره، وكانوا سكرانين بزوج بيهم وكيديروا حادثه السير وكيتوفاو بزوج بيهم. حكيمه بقات مطلقه، رجعت للدار ديال الاب نتاعها ما صابت راحه. مرات الاب نتاعها كتقول لها سيري تخدمي على راسك، سيري دبري على راسك، ما يمكنليش انا نصرف عليك ونصرف على بنتك الى اخره. البنت ديال حكيمه كبرت، وصلت لاج ديال 7 ديال السنوات، دخلتها المدرسه، بدات كتقرا، وصلت ل 16 سنه، ما تقريبا 16 سنه ما كاملاش. فاخيرا مرات الاب ديال حكيمه غادي تقول لها خرجي البنت نتاعك من الدراسه وصيفطيها تخدم، تجيب لك المصروف وتتعاون معاك في المصروف. حكيمه كانت كتضارب ما بين الرجلين. حكيمه قررت بانه ما تخرجش البنت نتاعها من الدراسه لانه هي ما قراتش. قالت نقري البنت نتاعي وداك الشيء اللي ما وصلتوش انا نوصل ليه البنت نتاعي. حكيمه بدات تمشي كتخدم في الديور وكتقلب في شي محل الكرا باش تمشي تكري وتستقر هي وبنتها وتقري بنتها وتصرف على راسها وعلى البنت نتاعها.
بدات كتقلب في شي محل ديال الكرا، منا لهي كتقلب هذا الحي من الحي الاخر، اخيرا غادي تصيب واحد مول الحانوت وغادي تسقسيه تقول له خويا تعاون معايا الا صبتي شي محل ديال الكرا، انا راه واحد الانسانه متزوجه وتوفى لي الزوج نتاعي وعندي بنت وبغيت نقريها، وبدات تحكي له الظروف ديالها. مول الحانوت غادي يقول لها يا ودي هادشي هذا هناك منه الله، انا غادي نقلب عليك، غادي نقلب في المحل، خلي لي الرقم ديال الهاتف نتاعك وغادي نقلب لك في شي محل متوسط السومه الثمن اللي تقدري تخلصي الكرا نتاعو وتقدري تصرفي على راسك وتصرفي على بنتك وتقري بنتك. بدا كيقلب مع هذاك مول الحانوت، اخيرا واحد النهار غادي يصيب واحد المحل وغادي يتواصل مع حكيمه وغادي يقول لها اجي تشوفي المحل بقدا وقدا. جات حكيمه شافت المحل اعجبها، تفاهمت مع السيد اللي غادي يكري لها المحل، عطاتو العربون وقالت له من بعد غادي نعطيك شهرين ديال التسبيق، لانه قال لها غادي تخلصي لي شهرين ديال التسبيق. حكيمه بدات كتدبر من ومن، يعني بدات تتسلف، عندها شي اصدقاء تاعها كتسلف منهم، اخيرا غادي تجمع فلوس ديال الشهرين ديال التسبيق. واحد النهار كتتفق هي وبنتها، قالت لها في الصباح بكري جمعي الملابس نتاعك وجمعي حوايجك وغادي نجمع حوايجنا وغادي نخرجوا نمشيو يعني بالاخبار مرات الاب. اخيرا غيهزوا الحوايج نتاعهم وغادي يلتجئوا المحل اللي كرات حكيمه. وصلوا الحوايج نتاعهم ومن بعد غادي ترجع حكيمه لعند الاب نتاعها، ومرات الاب غتقول لهم يا ودي انا ما تسقسيوش عليا، راني كريت واحد المحل وقررت باش نعتزل بوحديتي ونقري بنتي الى اخره. حكيمه هذاك الشيء اللي دارت بالفعل، بقات في ذاك المحل كتمشي كتخدم في الديور، كتصيفط بنتها للدراسه كتقرا. اخيرا حكيمه مستقره بخير وعلى خير، ما يخصها حتى شي خير، خدامه على راسها واخا داك الشيء بسيط، المهم قانعه بالقسميه اللي عطاها الله. مشات الايام وجات ايام، مول الحانوت غادي يدخل معاه في علاقه. مول الحانوت غادي يقول الحكيمه انت كتعجبيني وبغيت ندير معك علاقه، واللي بغيتيها نعطيها لك ونتعاونوا انا وياك على الكرا ونديروا. اخيرا حكيمه غادي تقبل العرض اللي طلبها هذا مول الحانوت. هي ما عندهاش، مزوجاش، مول الحانوت ما مزوج، غير متزوج، كيسكن في داك الحانوت نيت، عنده النص داير فيه المواد الغذائيه والنص كيسكن فيه داير فيه الفراش نتاعو الى اخره. مول الحانوت ولا كيتقدى الحكيمه وكيقول لها طيبي وجيبي لي حقي، اولا من الطيبي بالليل العشاء عيطي لي نجي نتعشى معاك وانا وياك كنتعاونوا، وشي نهار لا خصك شي حاجه اجي مرحبا. مشات الايام وجات الايام، اتطورت العلاقه. اخيرا مول الحانوت غادي يقول الحكيمه هذا المحل ما كافيكش وما كافينيش، غادي نكريو برطمه، انا غادي نخلص النص او كثر من النص وانتي خلصي اللي باقي. بالفعل غادي يمشيو يكريو برطمه، ولا مول الحانوت كيمشي كيبات مع حكيمه. البنت اللي عند حكيمه وصلت 16 سنه، في ازيد من 16 سنه، غادي تولي تقول الام نتاعها كيفاش هذا الانسان هذا كيجي كيبات معاك مول الحانوت يعني هذا الشيء هذا ما قابلاش عليه البنت. حكيمه غادي تقول للبنت نتاعها يا ودي هذا السيد هذا راه قال لي غادي نتزوج بك وغادي نتزوج به، غادي نتزوجوا، وهذاك السيد حس بيه بحال الاب نتاعك وغادي تعاون معنا على الكرا وبحال الاب نتاعك، شيء عادي. مشات الايام وجات الايام، مشات ايام وجات ايام، وواحد النهار حكيمه غادي تشوف البنت نتاعها حاله يرثى لها. بنت كانت تخرج بلا دره كتمشي للدراسه، اخيرا ولات كديره غير الدره نتاعها ومكمسه في الفراش، بقات كتبطل الدراسه نتاعها ما تمشيش تقرا، مكتئبه في حاله يرثى لها. حكيمه غادي تقول للبنت نتاعها يا ودي بنتي انت بنتي ليا مريضه، الصحه نتاعك تدهورت، يلاه نديك الطبيب نشوف مالك ما بقيتيش كتمشي تقراي، مالك عاطيها غير النعاس، ما بقيتي كتاكلي كما العاده. البنت غادي تدور في الام نتاعها تقول لا اش غنمشي ندير في هذا الطبيب، انا اش غنمشي ندير في هذا المستشفى، انا ما مالي والو.
حكيمه غادي تضربها حاجه للراس، غتقول لها كيفاش البنت رفضت الطبيب. كتنوض كتجري لعند مول الحانوت. السلام عليكم. عليكم السلام. قالت له يا ودي البنت راه مكتئبه في الدار، ما بقات لا كتخرج لا كتدخل، ما كتاكل ما كتشرب، ما بقاتش كتمشي للمدرسه. ودابا راني قلت لها يلاه تمشي للطبيب، ما بغاتش، وكان واحد رد الفعل نتاعها في شكل هو يدور فيها مول الحانوت. قال لها البنت مالها بعدي منها، ما بغاش تمشي للطبيب، وتديها نتيا بزز يكون ما مالها والو، راه غير شي حاجه. حكيمه غادي تضربها حاجه للراس. كيفاش ردت الفعل ديال البنت كيف ردت الفعل ديال مول الحانوت. كتولي كترجع للدار لعند البنت نتاعها وكتلح عليها، قالت لها والو غادي تمشي معايا للطبيب باي طريقه وباي وسيله. كديها لعند واحد الطبيب، دخلتها لعند الطبيب. مالكي شنو عندها، شنو كيضرك؟ قالت له يا ودي راه كيضرني غير راسي عطيني الشيفانيد، كتب لي الشيفانيد، راسي كيضرني وصاي هادشي اللي كاين. قال لها الطبيب غادي ندير لك شي تحليله او ندير لك الراديو نشوف شنو عندك. البنت رفضت. اخيرا غادي تقول لها الام نتاعها حكيمه ديري يدير لك الراديو، التقارير ديال الطبيب ما نقدروش نختلفوا عليها، هو اللي كيعرف العمل نتاعو. كيدوز ليها وكيدير لها التحاليل. اخيرا غادي يقول الحكيمه البنت نتاعك عند حامله، يعني عندها شي طفل، عندها شي مولود في الكرش نتاعها تقريبا عنده شهرين. كتبدا في السيده طاحت نهارت، بدات كتبكي حكيمه. كيفاش البنت نتاعي انا ضحيت عليها، خرجت من الدار ديال الاب نتاعي، من الدار الاب نتاعي باش نقري بنتي. البنت نتاعي صدقت حامله، كتقار فيها قارتها شكون اللي بيك؟ غادي تقول ليها يا ودي مول الحانوت. مول الحانوت العاشق ديالك هو اللي مع البنت نتاعك، العاشق ديالها مول الحانوت ولا مع الام ومع البنت. حكيمه بقات كتبكي على داك الطبيب. الطبيب غادي يقول لها يا ودي شوفي شي حل نقدي ما يمكن انقاذه، فكري في الحل نتاعك، البكاء ما غادي ينفعك حتى بشي حاجه. البنت تقول للام نتاعها ضربيني ديري لي فعلي، اش غنضرب فيك، اش غنصنع فيك، انت جبتي لي فضيحه، انا غامرت عليك، انا تقاتلت عليك باش نقريك، داكشي اللي ما وصلتلوش انا بغيت نوصلك ليه انتي. دابا نتيا دايره لي فضيحه وانت عارفه بانه السيد غيتزوج بيا. اخيرا غتحكي ليها التفاصيل الكامله. قالت لها يا ودي انا ملي كنت تمشي عنده للحانوت كنت نتسخر من كيكونش عندي او كيعطيني اللي بغيت. واحد النهار قال ليها يا ودي انت كنبغيك كتعجبيني، وبدا كيلح عليها حتى دخلها للحانوت. دخلها للحانوت اتما وقع اللي وقع، بدا كيمارس عليها عده ايام. اخيرا غادي تحمل. كتنوض حكيمه كتهز البنت من المستشفى وكتلتجئ بها الى المنزل. كتمشي لعند مول الحانوت قالت له يا ودي يا المجرم يا الغدار يا الداير يا الفاعل، انت معايا انا ومع بنتي. دابا البوليس يحضروا، دابا المخزن يحضر باي طريقه وباي وسيله. مول الحانوت غادي يقول ليها غادي يقر غيقول لديك البنت ديالك انا كنبغيها وكتعجبني وغادي نتزوج بها، وغير سقسي الهضره ماشي هنا، نمشيو للدار ونتفاهموا. كيمشيو وياها للدار اللي كان كاريه هو وياها وكان يصرف عليها الى اخره، وغادي يقرر باش يتزوج بها. تزوجوا، داروا العقد الزواج، داروا عقد الزواج. مشى لعند عفوا لانه داك مول الحانوت حتى هو ماشي ولد داك المدينه، يعني من مدينه اخرى، وجا شرا داك الحانوت، والنص داروا ديال التجاره والنص داروا نتاع النعاس، وفيه كيرتاح، فيه كينعس، فيه كيطيب، فيه كيوجد. حكيمه غادي تزوج البنت نتاعها، العاشق ديالها هي شخصيا. البيت اللي كانت تتنعس فيه حكيمه ومول الحانوت ولا مول الحانوت مساكن معاهم في نفس المنزل. البيت اللي كان ولات تسكن فيه البنت نتاعها والزوج نتاعها ومول الحانوت. حكيمه ولات ملي كتشوف البنت نتاعها داخله مع مول الحانوت ولات كتجيها الغيره، لانه كانت تعلقت بمول الحانوت بحكم هو ما صغير عليها بشي سنتين. حكيمه على ما كتقول لي انا قالت لك انا وليت تنغير من كيفاش غادي ندير،
واش غادي نقول للبنت يطلق منه دار العقد؟ البنت هاد القصه يلاه واقعه، البنت حامله من السيد دار بها العقد، الدري غادي يخلق او البنت غادي يحطوه في الحاله المدنيه، لكن انا دماغي وليت موسوسه. داك السيد كنت تنبغيه لانه كان كيلحسني من رجليا، وملي كنعس ملي كتنعس هي عفوا كتبدا كتجيها الرهبه بحال لا ناعس معاها، وكتجيها غيره ولدرجه تتقرب الانتحار. قضيه الاخوه والاخوات من نوع اخر. الام طاحت في الخطا الاول وطاحت في الغلط الثاني، وما زال ما صابتش لحد الساعه الحل. البنت مازال ما تولد، مازال ما ولداتش، مازال يعني ما بانت، ما ولدت لا بنت ولا ولد. لدرجات تتقول لك حكيمه كنقرب ملي كنسمع اللي كيشوف العاشق ديالها اللي مزوج ببنتها، كنت تتقرب لدرجات تمشي تدق عليهم الباب وتقول له اجي انت لهنا، او تطلقوا من البنت نتاعها، لانه البنت غارت من الام دات لها العاشق نتاعها اللي هو مول الحانوت. الام ولات كتغير من البنت حيره. البدايه كنت تقول له غادي نديك المخزن، كنت تهدو بالمخزن باش يقبل الزواج، وصاب راسو مشدود، عنده محل ديال التجاره ما عندوش فين يهرب. البنت زوينه اطمع فيها، وحتى هي نقولوا بدون عقل، لكن الراجل هو المجرم الحقيقي. البنت ما كاملاش عندها 17 سنه، المجرم هو اللي كان خصو يتحكم في نفسه. الام ارتكبت واحد الغلط اللي هو كبير، كانت تجيب واحد الانسان اللي هو غريب كتبيتو معاه في الدار، والبنت نتاعها اللي هي عزبه كتشوف بعينيها. فالاخوه والاخوات، هذه القضيه صراحه انا ما صبت حتى شي حل ليها. قلت لها الحل الوحيد اللي قلت لها تقدري ديري هي داك الانسان تنسايه من دماغك بالكل. النهار البنت نتاعك تزاد لها زياده ويعطاو تحط البنت نتاعو اولا الولد نتاعو في الحاله المدنيه، اطلقوا تلح على بنتها تطلق منه، وتخوي داك المدينه اللي كتواجد فيها هي والبنت نتاعها. هادشي اللي قدرت نوصل للاخوه والاخوات، هادشي الحل اللي قدرت. اما شي حل اخر لا ادري. هو الحرام كيبقى حرام. حكيمه عانات في البدايه وعانات في النهايه، كانت عندها النهايه اسوأ من البدايه. حتى لهنا تنتهي القصه نتاعنا. نتمنى من الله تكونوا استفدتوا منا القليل. اللي عنده شي اراء، التعاليق، خانه التعاليق كتبقى محلوله. والسلام عليكم ورحمه الله.